شفتي هاد السيده ولات هي والمجرم اللي قتل ليها ولدها صحاب عزاز. اجي نعاود لك كيفاش وقع هاد الشيء. هادي سميتها ماري جونسون. في عام 1993 ماري كانت في الأربعينات من عمرها، خدامة كمساعدة ديال الأستاذة وعايشة حياة جد عادية، وعندها ولد واحد سميتو لارامين. هو كل شي في حياتها، ساكنة غير هي وياه، خدامة عليه هو عينيها. واحد الليلة صونا التليفون ديال ماري مع نصاص الليل. ماري اجي ولدك راه تصاب بالرصاص. ماري مشات كتجري للسبيطار مخلوعة. هي اللي عارفة أنه آخر مرة شافت ولدها كان غادي يدوز الليل في واحد الحفلة عادي، ما كانتش عارفة باللي راه هاديك آخر مرة غادي تشوفو حي. مني وصلت للسبيطار لقات ولدها لارامي اللي يلاه دار 20 عام. الشاب اللي تقاتلت باش تكبرو وتربيه آخر 20 عام من حياتها مات بلا ما تودعوه، مات بلا ما تعنقوه، والأسوأ من هادشي كامل مات بدون سبب. فأشنو وقع لارامي؟ لارامين هاديك الليلة في واحد الحفلة تناقش مع واحد البعلوك، واحد المراهق غادي تكون عنده شي 16 عام. بقاو مني منك مناقشين. تعصب هذاك المراهق اللي سميتو أوصايا وهو يجبد الفردي وتيرا في لارامين، وهكا في لحظة غضب سال الحياة ديال لارامين والحياة ديالو حتى هو، حيت غادي يتشد، غادي يحاكموه كبالغ واخا كانت عنده غير 16 عام، وغادي يحكموا عليه ب 25 عام ديال الحبس. ماري قالت بلي كانت بغات العدالة، كانت كتشوف أوصايا حيوان وخاص يبقى مسدود عليه في القفص، وبقات حاقدة عليه وكتكرهه كره شديد. سنوات وهي كتنعس وكتفيق وكتفكر في هذاك الوحش اللي خدا ليها العوينة اللي عندها، ولكن ما قدراتش تكمل هكا. كتشوف راسها حتى هي مسجونة، وهذاك الكره ما خلاهاش تزيد في حياتها القدام. سنوات ما بقاتش قادرة تعيش هكا، ودازت 12 عام. في 2005 مشات ماري باش تزور أوصايا لأول مرة. أول مرة غتشوف هذاك الشخص اللي قتل ليها ولدها في شي بلاصة من غير قاعة ديال المحكمة. وأول حاجة قالتها ليه: انت ما كتعرفنيش، ما كتعرفش ولدي، وولدي وأنا ما كنعرفوكش، فخلينا نبداو من الأول، نتعرف عليك وتعرف عليا ونعرفك حتى على ولدي. وصايا تفاجأت، كان متوقع أنها تهاجمه، كان متوقع أنها تعيره وأنها تدعي عليه، أنها تقول لي انت دمرتي لي حياتي، ولكن مني قالت هكاك فرح ووافق. وفي النهاية ديال اللقاء طلب منها باش يعنقها، وهي وافق. مني عنقاتو ماري سخباط، وهو ما طلقهاش الطيح، بقى شادة. ماري كتقول باللي في هذيك اللحظة تكونات رابطة بيناتهم، حيت كان ممكن يطلقها الطيح ولكن ما دارهاش. ومني رجعوه للزنزانة ديالو دخلات في حالة هستيرية وبقات كتغوت: عنقت الراجل اللي قتل لي ولدي، عنقت الراجل اللي قتل لي ولدي. المهم ماري قررت أنها تجي تزورو مرة أخرى، وفي كل مرة كان كيعبر ليها على الندم ديالو على داك الشي اللي دار. قال ليها: كنت صغير، كنت طايش وما عرفتش علاش درت هكاك. النقاش اللي دار بيني وبين ولدك ما كانش كيستاهل كاع، كان نقاش تافه، انا ما عقلتش حتى علاش تناقشنا. وفي اللحظه ديال الغضب انا تيريت بلا ما نشعر، ما كنتش ناوي، ما كنتش عارف هاد الشي غادي يوقع. وهاد 12 عام كلها اللي دازت عمرني ما نعست بلا ما نفكر فيه، وعمرني ما فقت، وما كانش ولدك اول حاجه نفكر فيها. ماري بدات كتحس بالشفقه من جديد، وبقى فيها نوعا ما بقاتش كتشوف فيه غير هذاك الوحش المجرم اللي كان ديما في بالها، ولات كتشوف انه انسان عنده مشاعر، عنده ضمير، انسان ارتكب غلط ودمر حياتها وحياته. كتقول ماري انها في كل مره كانت كتزورو كانت كتحس بهذاك الغضب والحقد والعداوه بشويه بشويه كيمشيو منها. بشويه بشويه بدات ماري كترتاح نفسيا، حتى ما بقاتش نهائيا كتحس بالمشاعر السلبيه ضد أسرها. ماري كانت كتعاود ليه على ولدها، على أحلامه، على 20 عام وهي كتكبر فيه. واحد النهار ماري قالت لأوصايا: أنا سمحت ليك. أوصايا تأثر وبقى كيبكي، وبقى هو وماري على علاقة زوينة، كتجي ديما تزورو بحال إلا هي الأم ديالو.
ورا 17 عام ديال الحبس وصايا خرج من الحبس، وماري توسطات ليه باش يلقى دار في البلاصة اللي ساكنة فيها، وفعلا لقاها، وماشي غير في البلاصة اللي ساكنة فيها بل ملاصقة مع الدار ديالها، ولاو جيران. وماري كتقول في المقابلات هذا راه ولدي بالتبني، وهو ولا كيعيط ليها ماما مات، حتى انه في عرسها هو اللي مشى معاها في الممر وعطاها العريس بحال الا هو ولدها الحقيقي. ماري نشأت جمعية سماتها From Dead to Life. الجمعية كتحاول تخلي عائلة الضحايا تسامح وتغلب على الألم والحزن، وكتعاون اللي خارجين من الحبس يندمجوا في المجتمع ويلقاو خدمة ويتطوعوا في أعمال خيرية. وكتمشي هي وصايا المدارس وكنائس وكيعطيو محاضرات على المسامحة وكيعاودوا القصة ديالهم وكيفاش ولاو من واحد قتل ليها ولدها لواحد بحال ولدها. وانتوما واش تقدروا ديروا بحال ماري؟ انا شخصيا غير الا شي واحد صرفق ليا ولدي عمري يسمح لي خليه لقتلو.